مشاهد جريئة، تقارب جسدي ووضعيات حميمية. مسلسل رحمة المغربي في قلب العاصفة بسبب الرومانسية المفرطة. هنا القصة. الممثل المغربي هيثم التاح وزميلته كريمة غيث يفجران موجة من الجدل بعد ظهورهما معا في لقطات وصفت بالجريئة وغير اللائقة. لمسات وقبلات عدها كثيرون تجاوزا للخطوط الحمراء، خصوصا أن هذا العمل الدرامي يعرض في وقت الذروة خلال شهر رمضان. أين هي الرقابة والقيم المجتمعية؟ وما الهدف من هذه الإثارة المجانية؟ أسئلة أخرى طرحها نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين بذلك عن استيائهم الكبير من هذا العمل الرمضاني. في الجهة المقابلة دافع آخرون عن المسلسل ورفضوا الانتقادات الموجهة إليه، مستحضرين المشاهد التي تعرض في أكبر الأفلام والمسلسلات الأجنبية، ورغم ذلك تتم متابعتها والإشادة بجودتها. المدافعون إن لم يفوتوا فرصة للتذكير بأن مسلسل رحمة يعرض على قناة أجنبية وليست مغربية، وبالتالي فهو لا يمول من أموال دافع الضرائب للاعتماد في إنتاجه على جهات خارجية. وفي ظل انقسام الجمهور بين مؤيد ومعارض، ما زال الجدل مستمرا حول مسلسل رحمة، ليبقى السؤال: هل ما شاهده الجمهور المغربي ضرورة فنية أم مجرد إثارة مجانية؟